فيلم روبوكاب. شرطي بيفقد كل أطرافه وبيعيش براسه فقط، ووقتها شركة بتقرر تستغل ضعفه وبيحولوه الريبوت عشان يخدمهم. بيبدأ الفيلم سنة 2028، وبيكون في شركة متعددة الجنسيات اسمها أومني كورب عملت جيش من الروبوتات على مدار السنين، والفكرة دي كانت ناجحة جدا، وكان هدفها إنها تحافظ على الأمن في العالم كله. والروبوت بيستخدم المساحات الضوئية وبيعرف إذا كان الشخص ده بيهدد العالم ولا لأ. بنشوف مذيع اسمه نوفاك وهو بيتكلم عن الروبوتات دي، وبيقترح إنهم يحلوا محل الشرطة في أمريكا. بس المشكلة إن الناس بتخاف من الروبوتات، والحكومة كمان معترضة على الفكرة. وعشان نوفاك يثبت صحة نظريته، فبيجيب قائد عسكري للبرنامج عشان يشرح تفاصيل آلية عمل الروبوت، وبعت كمان مذيع للشرق الأوسط عشان يصور الروبوت لايف قدام العالم ويشوفوا قدراته. بنشوف المذيع وهو ماشي في شوارع الشرق الأوسط، وبيكون وسط الروبوتات، وبيثبت إنهم مش خطر على الناس اللي مش بيمثلوا تهديد للمجتمع، وبيقول إن الروبوت يعتبر انتصار كبير وهيحقق السلام. بس واضح إن السكان المحليين مش مبسوطين خالص بسبب إن الروبوتات بقت مستولية على بلادهم وبيوتهم، وعشان كده بيتجمع عدد من الناس في الشرق الأوسط وبياخدوا أسلحتهم وهجموا على الروبوتات عشان يعلنوا الحرب. لما الروبوتات حست بالخطر، وقتها بدأت تفجر الشوارع والمباني، وحصل معركة كبيرة بين الطرفين، وبدأوا يضربوا النار على أي مهاجم يشوفوه قدامهم. بس الناس مش بتستسلم وبيهجموا على الروبوتات عشان يوقعوها. ولما المنطقة كلها انفجرت، وقتها بيظهر طفل مرعوب ماسك سكينة قدام واحد من الروبوتات، وبيكون الطفل بس بيحاول يحمي نفسه ومش عاوز يأذي حد. بس الروبوتات مش بتفهم ده، لأنها بتشتغل بالمسح الضوئي اللي بيعرفها لو الشخص اللي قدامها بيهدد ولا لأ، والسكينة دليل على التهديد، وعشان كده الروبوت بيقتل الطفل على طول. طبعا نوفاك بيكون في نص هدومه من الإحراج، وبيحاول برضه يثبت للناس إن تصرف الروبوت ده يعتبر تصرف كويس، لأنه بيحاول يحافظ على أمن المدينة. وفي مركز الشرطة بنشوف المحقق أليكس وهو رايح يقابل رئيسته، وبتطلب منه تفسير للحادثة اللي زمايله اتهموه فيها. فأليكس بيحكي لها إن ليلة امبارح راح يقابل صاحبه المقرب الضابط عشان يقبضوا على مجموعة من المجرمين، وقدروا إنهم يخدعوا تاجر أسلحة وعرفوا منه مكان الأسلحة بتاعته وقبضوا عليه فورا. ولما أليكس راح بعدها لخزانة الأدلة عشان يشوف الأسلحة الغير مشروعة، لقاها اختفت ومفيش حد وقع على تصريح لخروج الأسلحة، وده معناه إن في شرطي فاسد هو اللي سرقها. وبعدها بيروح أليكس مع صديقه وهم متنكرين، وبيقابلوا زعيم العصابة في المطعم. بس زعيم العصابة جاله اتصال إن هو قاعد مع ضابط، وقتها الزعيم هرب بسرعة وبعت رجالته عشان يخلصوا على أليكس وصاحبه. وحصل اشتباك بين الطرفين وضرب نار، وحاول الشرطيين إنهم يقاوموا، بس عددهم كان أقل بكتير، وحاولوا وقتها يهربوا من الممر اللي وراهم. وأليكس قدر إنه يهرب، بس مع الأسف اتضرب نار على صاحبه المقرب واتنقل للمستشفى. ولما رئيسة أليكس عرفت الحوار ده، قعدت تزعق له لأنه خرج للعملية من غير دعم وتصرف بدماغه، وقالت له إنهم هيدوروا على الشرطي الفاسد ويتعاملوا معاه. بنروح لواشنطن وبنشوف سيلازر الرئيس التنفيذي لشركة أومني كورب، وهو بيحاول يقنع الحكومة إن الروبوتات فكرة عظيمة، بس أعضاء مجلس الشيوخ كانوا رافضين الفكرة. بعدها بيعمل سيلازر اجتماع في شركته مع فريقه، وبيناقشهم إزاي يخلوا الناس يحبوا الروبوتات في الشوارع ويتقبلوها. وبيقول لهم إن مجلس الشيوخ معترضين على فكرة إن الروبوتات مش بتحس وما عندهاش مشاعر، وعشان كده سيلازر بتجيله فكرة إنهم يدمجوا إنسان حقيقي مع الروبوت. بنروح لعيادة تأهيل للإصابات، وبنشوف الدكتور نورتون وهو بيساعد مريض ايده مبتوره انه يتاقلم مع ايده الاصطناعيه الجديده. وبيكون نورتون متخصص في صناعه الاطراف الاصطناعيه الاليه اللي بتشتغل وبتتحرك بناء على مشاعر الانسان. وبيكون في مريض بيعزف جيتار ولازم يركز في انه يوصل مشاعره لايديه الاليه. وقتها بيدخل عليهم سيلازر وبيطلب من نورتون انهم يتكلموا على انفراد، وبيطلب منه يصنع له هجين عباره عن انسان وروبوت في نفس الوقت. بيعمل سيلازر وفريقه اجتماع مع الدكتور نورتون وفريقه عشان يتناقشوا في فكرة الموضوع ويشوفوا الخيارات المتاحة معاهم. وبيكون الخيار اللي قدامهم من البشر شرطي خسر أطرافه، لكنه بيمر بأزمة نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة تمنعه حتى إنه يرجع شغله، وعشان كده محتاجين يدوروا على حالة تانية. بنشوف الشرطة الفاسدين اللي أذوا أليكس وهم مجتمعين مع زعيم العصابة، وبيحذروه إن الشرطة بتدور عليه، وعشان يخلصوا الحوار ده لازم يعملوا حاجة في أليكس. بنشوف أليكس وهو بيزور صاحبه المصاب في المستشفى، وقتها بيروح واحد من العصابة وبيزرع قنبلة في عربية أليكس. بالليل أليكس بيرجع بيته وبيقضي اليوم مع مراته كلارا وابنه ديفيد، وبيكونوا قاعدين مع بعض، وفجأة بيسمعوا صوت إنذار عربيته، وبينزل أليكس عشان يشوف فيه إيه. وأول ما بيقرب من العربية بتنفجر فيه وبيتصاب بجروح خطيرة. بعد ما شركة أومني كورب بتسمع الحوار ده، بيستدعوا كلارا للشركة وبيعرضوا عليها إنهم يعملوا لجوزها جسم ميكانيكي عشان يقدر يمشي ويرجع لحياته الطبيعية. بتكون مراته مترددة، بس الشركة بيضغطوا عليها بالكلام وبيوصفوا مدى صعوبة الإصابات اللي جوزها تعرض لها، وبيعرفوها إنها لو ما خدتش القرار دلوقتي جوزها هيموت. وبتقرر كلارا توافق على عرضهم. بعد 3 شهور من الحادثة دي، بنشوف أليكس وهو بيرقص مع مراته بسعادة في حفلة منزلية، لكنه فجأة بيبدأ يشوف هلاوس غريبة
وبيتضح إن كل ده كان أوهام في دماغه، وإنه أساسًا موجود حاليًا في المختبر بعد ما فقد كل أطرافه. وبيكون الدكتور قاعد قدامه وبيلبسه الجسم الميكانيكي الجديد، و90% من أليكس عبارة عن روبوت، بس دماغه لسه دماغ بشري، وعشان كده بيقدر إنه يحلم بمراته. لما بيفوقوه من الغيبوبة بيكون أليكس مش فاهم إيه اللي بيحصل حواليه، وحاسس بالخوف والتوتر والانزعاج. وقتها نورتون بيشرح له كل حاجة وبيخليه يتحرك عشان يتأكد إن الروبوت شغال، بس بيكون لسه مش متعود على جسمه الجديد. ولما بيعرف إن أطرافه اتبطرت بيخاف جدا وبيتوتر، وبيكون عاوز يقلع بدلة الروبوت. وبيحاول نورتون يهديه، بس أليكس بيمسكه بعنف وبيحدفه بعيد، وبعدها بيخرج من المبنى وبيضرب أي حد يحاول يوقفه. وسرعته في الجري كانت مذهلة. ولما بيخرج بره المبنى بيقدر إنه يقفز على الجدار من غير ما يتعب أو يعرق. بيقرر نورتون يوقف تشغيله عن بعد. ولما أليكس بيصحى مرة تانية بيلاقي نفسه في المختبر، وبيروح نورتون يشيل الروبوت من عليه عشان يوريه إن مفيش في جسمه أي أعضاء غير راسه والرئتين وكف إيده، وإن ما قداموش حل تاني غير جسمه الآلي، ودي الطريقة الوحيدة لإنقاذه. بس أليكس بيكون مفضل الموت وبيطلب من الدكتور يشيل الروبوت من جسمه. بيعرفوا نورتون إن عيلته ومراته وافقوا على الوضع اللي هو فيه حاليا، وإنهم حاليا منتظرين إنه يرجع لهم، ولازم يعيش عشان خاطر مراته. وعشان يقنعه أكتر فبيتصل على مراته بيخليه يكلمها، وبتكون مراته مش شايفة منه غير وشه وبس، لكن كلارا بتكون شايفة إن جوزها وسيم في كل الأحوال، وبتكون عاوزة تشوفه بفارغ الصبر. بيوافق أليكس في النهاية على عرض الدكتور، وبيقضي الليل في المختبر عشان يعملوا صيانة لجسمه. وتاني يوم بيروح أليكس يتدرب مع ريك، وده يبقى الراجل العسكري المسؤول عن التعامل مع الجيوش الآلية لشركة أومني كورب. وبيكون شايف إن الروبوت اختراع عظيم، وشايف إن هجين الإنسان والروبوت مجرد مضيعة للوقت، بس هو مضطر يدرب أليكس وبيديله أسلحة متخصصة وبيعلمه إزاي يضرب بيها. بعد كده بيعملوا محاكاة بين أليكس والروبوت العادي، وبيقارنوا بينهم إزاي كل واحد فيهم هيقدر يقتل المجرمين وينقذ المدنيين. وفي وقت ما كانوا بيحاربوا هما الاتنين بيكون أليكس أبطأ من الروبوت، وبكده وجهة نظر ريك سليمة، وده لأن أليكس بياخد وقت لغاية ما يحدد هدفه ويضرب عليه، على عكس الروبوت اللي بيتصرف بسرعة بشكل صح. بالليل بيكون أليكس على جهاز الكمبيوتر وبيتابع قضية زعيم العصابة اللي السبب في اللي حصل له ده. وتاني يوم بيكون سلازر محبط جدا بنتيجة المحاكاة، وبيتعصب جدا وبيؤمر فريقه يشوفوا المشكلة منين ويصلحوها فورا. بيكون شايف انهم محتاجين يسوقوا لأليكس ويظهر بأحسن صورة على الشاشات، فبيطلب من نورتون انهم يعملوا له بدلة متطورة لأليكس. بيروح نورتون يفتح دماغ أليكس وبيعمل فيها شوية تعديلات عشان يخلي الآلة هي اللي تتحكم فيه أكتر ما هو يتحكم فيها، لكنه لسه محتفظ بشوية من مشاعره البشرية. بيتم تطويره أكتر وبيعملوا له بدلة لونها أسود ودرع أسود، وبتكون أقوى بكتير من البدلة العادية. بعدها أليكس بيروح لمبنى مجهول عشان يبدأ اختبارات جديدة، والمرة دي هيواجه ريك ومعاه جيش من الروبوتات لوحده. بسبب قوة قناعه الخاص وقوة المسح الضوئي فبيقدر بسهولة يحدد أعدائه، وبيقدر ياخد ردود أفعال سريعة، وبيضرب نار على كل روبوت من غير أي تردد. وبيكون سريع جدا إنه يلاقي أماكن للحماية والهجوم، وبيستخبى بسرعة قبل ما يتضرب عليه نار، ومفيش أي حد قدر يسيبه بخدش. بيقدر يخلص على كل الروبوتات ومش بيكون فاضل غير ريك، فبيضرب أليكس نار على درع ريك وبيوقعه على الأرض وبيفوز في النهاية. بيكون سلازر وفريقه كلهم مبسوطين جدا إن أخيرا التجربة نجحت، ومفيش شك إن أليكس يقدر يهزم أي حد بسهولة. بيقرر نورتون ياخد أليكس لبيته عشان يشوف أسرته، وبيكون أليكس متوتر جدا، وأول ما بيدخل البيت ومراته بتشوفه بتاخده في حضنها على طول من غير تردد. بس ابنه بيكون خايف منه شوية، بس لما أبوه بيطمنه وبيخليه يلمس جسمه، ديفيد قال له إنه جسمه الجديد مبهر، وبيعرفه إنه كان مسجل مباراة كرة قدم عشان يتفرجوا عليها سوا، وبيقول له إنه فرحان إن شافه مرة تانية. بس للأسف أليكس مش هيقدر يقعد معاهم ولازم يرجع للمختبر عشان الصيانة. لما بيرجع أليكس للقاعدة بيقابل صديقه المقرب بعد ما تعافى وفاق من الغيبوبة، وبيوعده إنه هيقبض على الناس اللي كانوا السبب في إصابته. بعد كام يوم بيقرر سلازر إنه يظهر أليكس للعالم كله، وده هيكون من خلال حدث ضخم. وبيبدأ نورتون في نقل ملفات المجرمين والجرائم اللي حصلت من 2011 لدماغ أليكس، وبينقل كمان كل كاميرا أمنية موجودة في المدينة لدماغه. المعلومات كتير جدا بالنسبة لدماغه البشرية. لما بيشوف أليكس تسجيل انفجار عربيته اتصاب بنوبة صرع وفقد الوعي، بيكون الدكتور نورتون رافض فكرة المؤتمر الصحفي النهاردة لأن أليكس مجهد، بس الشركة بتصمم وبيأمروا الدكتور يصلح المشكلة بسرعة. بيكون الدكتور ما عندوش اختيار تاني، فبيطرد كل الناس من مختبره وبيسيب بس المساعدة بتاعته، وبيقرر يمحي كل مشاعر أليكس البشرية، وبيكون المسيطر هو الروبوت بس، وبيقدر بعدها يحط كل المعلومات اللي هو عاوزها. ولما بيروحوا العرض التقديمي بيكون أليكس مركز بس على هدفه ومتجاهل مراته وأصحابه، وبيكون شايف كل الناس بس نوعين، مجرمين أو مدنيين، لأنه بيكون اتحول لروبوت 100%. ولما بيطلع على المسرح بيبدأ يبص لكل الناس من خلال المسح الضوئي لغاية ما بيلاقي مجرم واقف قدام الشرطة، وساعتها بينط أليكس وسط الحشد وبيقتل المجرم من غير ما يأذي أي حد، وده بيثير إعجاب السكان بيه أكتر. وبيستخدم نوفك الحدث ده في البرنامج بتاعه، وبيثبت إن الروبوت أحسن من الشرطة لأنهم كانوا واقفين جنب المجرم وما تعرفوش
بيخافوش عليه، بس كلارا بتكون متضايقة جدا لأنهم مش سامحين لها هي وابنها إنهم يشوفوا جوزها، ولأنهم كمان مش سامحين له يعيش حياته الطبيعية. نورتون بيقول لها ما تقلقش لأن ده تأثير الأدوية وقريب جدا هيتحسن. وتاني يوم بيرجع أليكس لشغله في المركز وبيعلن إنه هيقبض على 13 مجرم النهارده، وبيكون صديقه خايف عليه لكنه مش بيهتم. وبيروح أليكس على الموتوسيكل بتاعه وبيستخدم قاعدة البيانات والكاميرات بتاعته، وبيقدر يحدد مكان مجموعة من التجار وبيروح عشان يخلص عليهم، بس معظمهم بيهربوا لكنه بيقدر يمسك تاجر وبيهدده لغاية ما بيعترف له بمكان مقر العصابة. وبعد شوية بيوصل أليكس للموقع وبيدخل المبنى وهو على الموتوسيكل وبيضرب نار على كل مجرم يشوفه، ومحدش قدر يسيبه بأي رصاصة، وبيحاولوا يضربوه من ورا بس أليكس بيقدر يشوفهم وبيخلص عليهم. بتكون شركة أومني كورب منبهرة من النتائج وبيطلب سلازر من ريك يحط أليكس تحت مراقبته عشان لو حصل حاجة. بعد مرور أيام بيكون أليكس هو البطل الخارق في المدينة وبيوقف كل الجرائم اللي بتحصل. بيروح نوفاك يتكلم مع سلازر وبيقول له إن الأمريكان بيغيروا رأيهم كل شوية، وبيعملوا اجتماع مع رئيس مجلس الشيوخ اللي بيكون لسه معترض، بس وقتها نوفاك بيقفل معاه عشان ما يكملش كلامه. في الوقت ده بتروح الشرطة الفاسدة تعمل اجتماع مع زعيم العصابة عشان يشوفوا هيتخلصوا من أليكس ازاي لأنهم ما بقوش قادرين يعملوا شغلهم القذر. بتكون كلارا في الشارع وبتشوف جوزها وبتروح تتكلم معاه وبتطلب منه يظهر شوية مشاعر لأسرته لأن ابنه نفسيته تعبت وبيحلم بكوابيس كل يوم ومحتاج لأبوه يكون جنبه. أليكس بيروح على الموتوسيكل بتاعه وبيشوف بعض اللقطات الأمنية وبيكتشف إن ابنه شاف انفجار العربية وده اللي دخله في حالة صدمة. مشاعره بتبدأ ترجع شوية وبيكون متضايق من اللي نورتون عمله فيه وبيكون زعلان إن أسرته بتعاني بسببه وبيقرر يصلح ده. بيلاحظوا في المختبر التغيير اللي حصل في مشاعر أليكس وبيكونوا عاوزين يوقفوا تشغيله، بس نورتون بيرفض لأنه عاوز يشوف أليكس هيتصرف إزاي، لأن من الناحية النظرية أليكس متبرمج إنه يحل الجرايم وبس. بيروح أليكس بيته وبياخد كل المعلومات من الكاميرات وبيعيد تكوين اليوم وبيشوف مراته وابنه يوم الحادثة وهم بيشوفوا العربية وهي بتنفجر، وباستخدام معلوماته بيروح يدور على راجل بيشتغل مع زعيم العصابة، ولما بيوصل له بيسحبه من عربيته بشكل عنيف وبيوقعه على الأرض وبيكسر إيده وبيكون عاوز يأذيه أكتر، بس المجرم بيديله رقم تليفون سواق زعيم العصابة. وبعد ما قدر يحدد مكان المجرم من آخر مكالمة بيروح أليكس لمقر العصابة، ووقتها الشرطة عرفت إن أليكس رايح هناك عشان ينتقم من اللي حصل له. بيعرف زعيم العصابة إن أليكس هيجيله فبيستعد للمواجهة معاه، ولما أليكس بيوصل هناك بتكون العصابة مستعدة للمعركة وطفوا كل الأنوار ولبسوا النظارات الليلية واستخدموا أسلحة فتاكة. بيقتحم أليكس المقر بالموتوسيكل واستخدم الرؤية الليلية وبيحصل اشتباك مسلح بين الطرفين، وبالرغم ان عدد العصابة كبير جدا بس أليكس ما كانش بيواجه اي مشكلة في القتال وبيضرب نار على اي حد يشوفه لغاية ما بيخلص عليهم كلهم. بس المرة دي أليكس حصل له شوية إصابات وبيروح بعدها ياخد بصمات كل المجرمين من على أسلحتهم، وبيكتشف ان ده مقر رجالة الشرطة الفاسدين وبيتقبض عليهم وبيتحقق معاهم. وبيشغل أليكس قاعدة البيانات وبيكون ظاهر قدام كل الشرطة الجرائم اللي ارتكبوها. بيحاول ضابط فاسد يهجم على أليكس لكنه بيضرب نار عليه وبيقتله فورا، والشرطي الفاسد التاني بيكون مرعوب وبيعترف ان زعيمه هو اللي خطط لكل ده. وبعدها أليكس بيضرب نار عليه هو كمان وبيموت. بيحاول أليكس يهدد رئيسته في الشغل عشان تعترف بالمعلومات اللي هي عارفاها، بس وقتها ريك بيوقفه. بيتصل ريك على سلازر وبيقول له انهم ممكن يستخدموا الحدث ده في الترويج، وفي ساعتها نوفاك بينشر اللي حصل في كل برامجه وبيثبت ان الروبوتات افضل من البشر لان مش اي حد يقدر يشتريه او يرشيه. تاني يوم الحكومة بتبدأ في التصويت لصالح الروبوتات وإنهم ممكن يحلوا مكان الشرطة. وقتها كلارا بتتكلم في الأخبار وبتقول إن محدش من الشركة موافق إنها تشوف جوزها، والشركة مش بيرد على مكالماتها. بيكون سلازر قلقان إن كلارا ترجع إنسانية جوزها وهيفقدوا السيطرة عليه وممكن وقتها القانون يحاسبهم، وفي نفس الوقت لو أطلقوا سراح أليكس ده هيثبت فشل تجربتهم، وعشان كده قرروا قتل أليكس عشان يكون في نظر الجميع الروبوت الشهيد البطل. وبيطلب سلازر من نورتون يقتل أليكس لكنه بيرفض وهو غضبان، فبيعرض على نورتون إنه هيعمل تمويل مادي المختبر لمدة 10 سنين، فبيضطر نورتون انه يوافق بس بشرط انهم يعوضوا عيلة أليكس على الضرر. بيطلب سلازر من ريك يجهز روبوتاته عشان يستعدوا للمعركة، وفي الوقت ده مجلس الشيوخ بيوافقوا على قانون الروبوتات الجديد. بيروح سلازر يقابل كلارا وديفيد وبيكذب عليهم وبيقول لهم ان أليكس مات. بيروح الجنود للمختبر عشان يخلصوا على أليكس وبيكون نورتون هناك، واول ما الجنود بيشوفوا نورتون بيحاولوا يقتلوه لكنه بيهرب بسرعه وبيروح عند أليكس وبيدوس على زرار معين عشان سلازر يفتكر ان أليكس مات لكنه لسه صاحي. وبنعرف ان الدكتور خد جهاز الارسال بتاعه وخباه عشان ما حدش يوصل لعناصره الحيويه وما يقدروش يوقفوا تشغيل أليكس ابدا. بعدها بيروح أليكس يخلص على الجنود والدكتور نورتون بيشرح له الخطه واللي هم عاوزين يعملوه فيه. بيقرر أليكس انه يقتل سلازر والدكتور بيحاول يمنعه بس مفيش فايده. بياخد أليكس الموتوسيكل بتاعه وبيمشي، ووقتها ريك بيكون مراقبه وبيحذر سلازر لانه كان على وشك اعلان وفاه أليكس. بيهرب سلازر مع رجالته على السطح وبتطلع كلارا وابنها معاه وبيستنوا المروحيه اللي هتنقذهم. بيروح نورتون لمركز الشرطه
وبيدور على صديق أليكس المقرب عشان يحاول يقنعه إنه يوقف أليكس عن اللي بيعمله. في الوقت ده بيوصل أليكس لشركة أومني كورب وبيلاقي روبوتات ريك محاصراه من كل مكان وعدد كبير من الحراس منتشرين. بيقدر أليكس إنه يقتل واحد من الجنود في لحظة عشان يهدد الباقي ويستسلموا، وبعدها بيقتحم المبنى بالموتوسيكل وبيبدأ معركة بالأسلحة النارية مع باقي الروبوتات. بس الروبوتات المرة دي أقوى من كل مرة لأن تسليحها ودروعها متطورين، وطبعا أليكس بيواجه صعوبة في محاربتهم وبيتضرب عليه الرصاص كتير، فبيحاول ينط على روبوت عشان يوقفه لكن الروبوت بيوقعه على الإزاز. بيقدر أليكس يهرب من ضرب النار بس رجله اتصابت وبيتحرك ببطء شديد. بينتهز الروبوتات الفرصة دي وبيضربوا نار عليه من ظهره. في اللحظة دي الشرطة بتقتحم المكان وبينزل صديق أليكس وبيقف قدامه، وده بيجبر الروبوتات إنها توقف ضرب نار لأن هم ممنوع يضربوا نار على رجالة الشرطة. بيستغل أليكس الفرصة دي وبيهرب من الباب الخلفي، ولما بينزل بيلاقي ريك قدامه وبيحاول يضرب نار عليه لكنه مش بيعرف، وده لأن نظام برمجة أليكس أظهر إن ريك مش خطير وبالتالي مش هيقدر يأذيه. بيفضل ريك يضرب شوية طلقات عليه كنوع من أنواع التهديد، ولما بيكون على وشك يضربه الرصاصة اللي هتقتله وقتها صديق أليكس بيظهر وبيقتل ريك، لكن ريك بيكون ضرب رصاصة على صديق أليكس. أليكس بيروح بسرعة وبيطمن على صاحبه، ولحسن الحظ إن الجرح بيكون سطحي ومحتاج بس يروح للمستشفى. بيطلع أليكس على السطح وبتكون فيه هليكوبتر معدية لكنها مش بتعمل له حاجة. بيكون سلازر واقف مع عائلة أليكس وبيكون واثق إن أليكس مش هيقتله لأنه مش متبرمج عنده إنه خطر، بس وقتها أليكس مش بيهتم وبيرفع عليه السلاح. وقتها سلازر هدده إنه هيقتل عيلته، لكن حب أليكس لعيلته كان أقوى من أي حاجة، وفي ساعتها بيضرب نار على سلازر وبيقتله. وبيكون أليكس اتصاب وعيلته بتروح تطمن عليه لكنه بيطمنهم إنه كويس. بعد فترة بيروح نورتون يرجع النموذج الأول لجسم أليكس وبيعرفه إن من النهارده هيسمح له يقضي وقته مع أسرته. في الوقت ده بتتكلم وسائل الإعلام وبتقول إن الحكومة بقت واثقة دلوقتي إن الروبوتات ما ينفعش تنزل للشارع، وبيلغوا القانون ده بعد ما نورتون اعترف إنه ارتكب خطأ فظيع. ده بيثير غضب نوفاك جدا قدام الجمهور، وبيقول قدام الجمهور إن أمريكا هتفضل أعظم دولة في العالم مهما حصل. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تتابع كل جديد من فيلم جديد. شكرا على المشاهدة وسلام يا صديقي.